مساء الخير عليكم أصدقائي وأصحابي، أهلا وسهلا بيكم في قناة الأفلامجي، وكل سنة وانتم طيبين. حلقتنا الأولى النهاردة عن حديث الشارع وترند السوشيال ميديا. وحلقتنا الأولى عن جعفر العمدة. كتير مننا بيسأل ايه سر نجاح المسلسل ده بالذات، ويمكن ده أكتر مسلسل نجح في مسلسلات محمد رمضان، خاصة ان المسلسلات الاخيرة اغلبها ما كانتش اللي هي. فكتير مننا ممكن يسأل يا ترى ايه اسرار نجاح المسلسل ده تحديدا، وهو من اقل المسلسلات اللي نجحت لمحمد رمضان بالتساوي مع باقي مسلسلات المخرج محمد سامي. لو جينا نبص هنا هنلاقي 3 عوامل او 3 اسرار للنجاح ده، واولهم هو ان انت معاك مخرج عبقري جدا في اختيار الكاست بتاعه، من اول دور البطولة اللي هو محمد رمضان لحد الدور الثانوي او الدور الثاني اللي هو احمد فهيم. وهي اكتر حاجة مميزة بصراحة في المخرج العبقري محمد سامي، ان هو بيقدر يشدك وبيقدر يدخلك جوه المود، مش بس عن اختياره للممثلين اللي هو بيختار ناس في منتهى البراعة، ولكن في حاجة بيعملها من ايام الاسطورة تقريبا، ان هو بيحط اغاني وتراكات وموسيقى بيدخلك جوه المود. ولو جيت سألت اي حد مثلا وقلت له ايه اكتر 3 أو 4 اعمال علقت معاك لمحمد رمضان، هيقول لك مثلا اهمهم ابن حلال والبرنس والاسطورة واخرهم جعفر العمدة. وده 3 من ال4 هم من اخراج المخرج العبقري محمد سامي، مش بس اختياراته ولكن برضه بيقدر يدخلك جوه المود ويحط لك موسيقى واغاني تصويرية جامدة جدا، غير طبعا الكادرات العظيمة بتاعته. تاني نقطة هنتكلم فيها وهي فريق الانتاج. لو انت جيت فتحت مشروع او انا فتحت مشروع او اي حد فينا بيفتح مشروع، بيهتم بحاجة واحدة وهي الماركتينج، ودي الحاجة اللي فريق الانتاج لعب عليها كويس جدا. انت يعني ممكن تكون ما شفتش المسلسل، ولكن فتحت السوشيال ميديا هتلاقي المسلسل موجود في كل حتة، رحت مش عارف فين هتلاقي المسلسل موجود. المسلسل مش بس بقى على السوشيال ميديا، ولكن ده بقى حديث الشارع، لدرجة ان انا اعرف ناس صحابي شخصيا مش بيتابعوا المسلسلات دي، ولكن بسبب السوشيال ميديا والبروباجندا اللي حصلت للمسلسل اضطروا ان هم يتابعوا المسلسل، وفي الاخر النتيجة جت نتيجة ايجابية. وده بسبب ايه؟ بسبب ان المسلسل طبعا التسلسل بتاعه في الاحداث والنسق الدرامي بتاعه كان زي الفل وماشي كويس جدا. ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي فوقت المسلسل، وهو الماركتينج اللي عمله فريق الانتاج. وده ياخدنا يا صديقي لتالت سر، هو اللي انا شايفه مقنع شوية، وهي فكرة البطل الخارق اللي بيظهر في الافلام، والناس بتحب تشوف البطل الخارق ده هيعمل ايه في الفيلم، هيحارب ازاي. وده بنفس المنطق اللي ظهر في جعفر العمدة. المخرج اظهر لك ان ده شخص معاه نفوذ وسلطة وفلوس، وفوق كل ده متجوز 4 وعامل لهم جدول صدارة الشامبيونز السيدة. ولكن تعالى يا صديقي نبص كده في مشهد وقول لي هل المشهد ده منطقي ولا لا. المشهد لما راح الكافيه وما رضيوش يدخلوه واشترى الكافيه، لو جيت تحسبها كده وتبص لها في المنظور الحقيقي هتلاقي ان نسبة الحاجة دي ان هي تحصل لا تتعدى ال5% يا صديقي. يعني دي مش حاجة منطقية قوي يعني. ودي برضو تودينا لحاجة تانية، وهي فكرة ان الناس بتحب تهرب للعالم الموازي وخلاص. يعني الواحد زهق من فكرة الشاب المناضل المكافح اللي بيجيبها من تحت قوي. ودي حاجة اتأكدت منها بنفسي في الحقيقة، وانا بفر كده على الفيسبوك لقيت ان في شخص كاتب سؤال وبيقول طب هو ازاي ابنه مخطوف من 19 سنة وفاتح ورشة عربيات وراكب سي 180، الفلوس ديت جت منين؟ ورد عليه شخص محترم جدا الحقيقة، ورد محترم برضه، وقال له يا عم خلينا نتفرج ونفصل عن العالم المقرف اللي احنا عايشين فيه. وده بيأكد كلامي يا صديقي ان فعلا الناس زهقت، والناس بتحب جدا بتنجذب لفكرة العالم الموازي والحاجات اللي هي قد تبدو خيالية في بعض الاوقات، ولكن للأسف ومضطر اقول لك ان دي فعلا حاجة ناجحة جدا، وانا كشخصيا بحب اتفرج عليها بصراحة. اخر حاجة يا صديقي ممكن نتفق او نختلف فيها، ولكن انا من وجهة نظري ان محمد رمضان اتطور جدا عن السنين اللي فاتت، مش بس في عقليته ولكن في ادائه كممثل. وبرضو دي حاجة تحسب له الحقيقة، ان هو يخلي الشارع يتضامن معاه ويتعاطف معاه بالكمية دي، كأن في ماتش للمنتخب بيلعب والناس متجمعة على القهاوي بسببه. فدي حاجة كبيرة جدا.
في نهاية حلقتنا يا صديقي حابب اقول لك ما تنساش تنورني بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد اول باول، واستنوني في حلقات كتير جاية. سلام. وعشان انت طبعا راجل جدع ووصلت معايا لاخر الحلقة، هفجر لك مفاجأة حلوة جدا. ظهر فيديو كده، معرفش ده متسرب ولا ده محذوف ولا ده ايه نظامه، ولكن الفيديو دوت ظهر لحمادة فتح الله تحديدا وهو بيتكلم وبيقول مش جعفر العمدة قال لي ان هو هيجيب اكبر محامي، انا بقى هجيب اشرف نبيل. طبعا محدش فينا يعرف مين هو اشرف نبيل، وهل ده مقطع للدعاية ولا ده مقطع لايه بالظبط، ولكن نفترض ان محمد سامي خلاها نهاية مفتوحة. ولو لقينا الجزء التاني مثلا في سكريبت كويس مكتوب، ممكن نعمل جزء تاني وليه لأ، وممكن في الاخر خالص يطلع مجرد مقطع دعائي للمحامي ده بس. سلام.